السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه شوكولاته سهله ولذيذه جدا. ممكن تسموها كيكه المعلقه او كيكه اللي بدون بيض او زبده هشه حلوه. ممكن تضيفوا لها كمان صوص شوكولاته او تسيحوا شوكولاته وتضيفوها. ممكن تسيبوها ساده زي ما انا عملت، بس بسم الله ما شاء الله اسفنجيه وطريه قوي. فهنا انا معايا 10 معالق دقيق. انا سميتها برضو كيكه المعلقه ان احنا بنوزن المكونات بالمعلقه. ضفت 10 معالق دقيق وضفت 8 معالق من السكر، وهضيف كمان 3 معالق من الكاكاو الخام. يا ريت كاكاو دريم عشان طعم الشوكولاته فيه حلوه. وكمان هضيف معلقه مش مليانه قوي من البيكنج باودر، وهضيف رشه فانيليا من فانيليا سايله يا ريت بتدي التست برضو حلو. كمان عندي ربع كوبايه زيت، وعندي كوبايه الا ربع ميه. هفضل اضيف الميه واحده واحده. الكيكه دي صحيح انها هنعجنها بالميه، مش هنضيف لبن ولا هنضيف بيض، بس والله بتبقى حلوه ولذيذه. جربوا الكميه الصغيره دي وقولوا لي ايه رايكم. بنفضل نضيف الميه واحده واحده لغايه ما نخلص كميه الميه كلها. ما شاء الله زي ما قلت بتبقى طريه جدا. ممكن تسيحوا شوكولاته وتضيفوها من على الوش، ممكن بلاش براحتكم. انا عندي هنا صينيه صغيره دهنتها بزبده، وهتحط لها رشه دقيق زي ما انتوا شايفين معايا. انا في اضافه هضيف شوكولاته حبيبات، انتوا ممكن تضيفوها ممكن لا، بس الاحسن ان احنا ما نعملش بالطريقه دي. نحط الخليط في الصينيه وبعدين نحط الشوكولاته من على الوش احسن عشان ما تلزقش في الصينيه من تحت. دي خطوه برضو مهمه. بنشغل الفرن، نحط الشبكه في النص ونهديه ونسيبها لغايه ما تستوي براحتها. ما تاخدش بالظبط ربع ساعه. يا رب تجربوها وتعجبكم. سلام عليكم.